مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. اليوم وفي خبر جديد يخص مصطفى الخصم. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش مصطفى الخصم، هو بطل العالم 7 مرات في الرياضات فول كونتاكت و3 مرات بدل اوروبا في نفس الصنف. بطل العالم 3 مرات في الكيك بوكسينغ، وبطل افريقيا وبطل المانيا 4 مرات. صاحب هذا البالماريس الخرافي، وبناء على الفطره جاتو غير على بلادو وقرر الاستقرار فيها ويخدمها، واخا ما عطاتو والو وما ساهمت معاه حتى شي شويه من الانجازات اللي حققها بالرايه ديال البلاد. ترشح في انتخابات ووضعوا فيه الناس الثقه ديالهم، ولكن اعداء النجاح واصحاب الاختصاص فيه بالاموال والجميلات تعرضوا ليه بدرجه انه ما قدر يخدم حتى حاجه من المشاريع اللي في البرنامج. مصطفى الخصم معروف بصراحته، وقام بفتح اصحاب الفساد، ناضوا ليه ودعاوه في المحكمه لتهمه التشهير، وحاليا تم الحكم ضده بغرامه ماليه وبصراحه مؤقت. الغرامه الماليه وصلت ل 50,000 درهم، ولكن هو قرر انه ما غيخلص حتى شي ريال ولو حتى اعتقلوه، لانه كيحس براسو بريء مما نسب اليه، وهو مواطن حر ونزيه في وجه الفساد. كلنا مصطفى الخصم.